نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هكذا كتب الهلال التاريخ، هكذا أغلق الهلال التاريخ. انتهت قصة درة الملاعب بانتصار الهلال بثلاثية هذه الأمسية التي افتتحها اللاعب سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، ومن ثم سجل ثاني أهداف هذه المواجهة متروفيتش في الدقيقة 89، وفي الدقيقة الثانية المضافة أضاف متروفيتش ثالث الأهداف وهدفه الشخصي الثاني، وبذلك يقلص الأهداف في الصدارة بينه وبين المتصدر كريستيانو، وأصبح رصيده 13 هدفا. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للنصر، أمسية زرقاء، ختام أزرق هنا في درة الملاعب، درة المستقبل القادمة في هذه الليلة الذي وسع الهلال فيها الفارق إلى 7 نقاط، زائد 7، زائد متعة، زائد تقدم في مسيرة الدوري بالنسبة للهلال. وهذه الأرقام لهداف هذه الأمسية اللاعب متروفيتش الذي سجل هدفين وأصبح رصيده على قائمة الهدافين 13 هدفا. ليلة زرقاء، شوط أو ثاني تمكن فيه الهلال من استغلال الفرص التي أضاعها في الشوط الأول. كابتن عادل. صحيح، قدم مباراة تكتيكية بامتياز. كان الهلال كنا تكلمنا قبل المباراة أنه لما تجيك أوقات السيطرة، أوقات أنك تخلق فرص، مطالب أنك تسجل ضد الهلال، لأنه الهلال في أي لحظة ممكن أنه يسجل. ممكن نتكلم على قبل الهدف الأول دقيقة 64 وبعد الهدف الأول. قبل الهدف الأول تقريبا كان النصر هو تقريبا ماسك بزمام المباراة بالمبادرة، لكن بدون فاعلية كبيرة، وهذا الخطأ الكبير يوقع فيه نادي النصر، أنه في أوقات السيطرة ما سجلش. بالمقابل الهلال كنا تكلمنا أنه بالهدوء، بالثقة في النفس، نعم. حاول أنه يستنزف قوة نادي النصر، وبالتالي تسجيل الأهداف. بعد تسجيل الهدف الأول أكيد أنه نادي الهلال أصبح يلعب بمستواه العادي، لكن على مستوى التكتيكي النصر في بعض المرات كان مسيطر تقريبا نوعا ما، خاصة في عملية استدراج نادي الهلال في الصعود بالكرة. صحيح أنه في بعض المرات نادي الهلال نجح في الضغط، نعم. لكن في بعض المرات كل ما طلع من الضغط نادي الهلال إلا وكان نادي النصر فاعل. جيد كابتن سلطان، هذه الأرقام اللي تظهر قبل قليل، سافيتش في قيادة الهجمات كان 10، رقم كبير، وأيضا هو اللي فتح سير هذه المباراة واتجه فيها، وخصوصا أنه استمر المدرب على حسب وصفك برهانه على العناصر وأيضا التشكيل التي تحقق له الانتصار، وهذه أكثر فاعلية بالنسبة للهلال كعمل أطراف الفريق. مباراة وضحت قيمة مدرب ورهانه وتفوقه على مدرب آخر. لما تتكلم عن خيسيوس بعد النجاحات الكبيرة لأكثر من 20 مباراة، وعلى الرغم من ظروف السفر، إلا أنه بدأ بهذا الضغط، لأنه أمرين: أول شيء يعرف خطورة النصر أنها في عملية البناء، ولا بد أن تكون أغلب مسار الكرة في ملعب النصر ليستغل أخطائه، وهذا ما حصل. لو نشوف في هذه فين كانت مساحة استلام الكرة وفين كانت مساحة قوة فريق النصر. النقطة الثانية لما نتكلم أنه حب أنه يخلي المباراة من بدايتها بعد التقدم ويلعب على الطريقة والأسلوب اللي تحولات هجومية وينجح فيها. فأعتقد بهذه الرهانات كسب خيسيوس هذه المباراة. أول شيء جرأة مفترض تكون من مدرب النصر، لأنه الرغبة له أكبر بالفوز. شفنا لا لعب ثلاثي في وسط الميدان، واعتقد فوفانا كان غايب عن المباراة وكان النصر ناقص لاعب. هذه نقطة. النقطة الثانية نتكلم عن خيسيوس وعملية الزيادة الهجومية اللي بداها من بداية المباراة إلى نهايتها. صحيح النصر استحواذ، ولكن استحواذ سلبي، لكن كخطورة أعتقد أنه نجح فيها. نقطة ثالثة، تتلعب أمام أقوى هجوم بعدك، صحيح تخرج منه بكلين شيت، توضح لك قيمة نعم. التطور اللي وصل فيه فريق الهلال، إنه أمام المنافس الرئيسي في مباراة حاسمة، أنت ظروفها لك التعادل نتيجة ما هي سيئة، نعم. لا تكسبها بفوز بقيمة لاعبين. اعتقد انه متروفيتش والقيمه الكبيره اللي صنعها للهلال في الكرات الراسيه سواء في التسجيل او حتى في الصناعه والتاثير، قيمه سافيتش في الزياده، وحتى بعد التغيير كانه شفنا كيف تحرر قيمه بونو، قيمه بونو كحارس. نعم، قيمه بونو في كل مباراه له اثر، وحتى في مباراه اليوم كان نقطه تحول بعد هدف الاول للهلال. شفنا كيف انقذ التصدي اللي كان ممكن يكون تعادل ويرجع المباراه نعم. لفريق النصر. ولكن اعتقد قيمه النجوم، لكن لابد ان ينصف مدرب الهلال خيسيوس، اللي اعتقد انه هو الاساس في نعم. هذا الفوز الكبير، وهو الاساس في كل النتائج الايجابيه للهلال. نعم، هذه الفرحه المستمره لجمهور نادي الهلال مع انصار الفريق. كابتن حازم،
المدرب. بصراحة قراءة أكثر من رائعة لمجريات هذه المباراة، ووضع سيناريو مهم في التعامل مع منافس قوي يملك حلول في الشق الهجومي. اكيد مبروك الهلال، يستحق الفوز، فوز عريض 3-0، نتيجه كبيره جدا على نادي النصر اللي قدم مباراه جيده برضه. لا يعني ما نقدرش نقلل عشان النتيجه يمكن اخر 5 دقائق اتغيرت، لكن النصر عمل ماتش او شوط ثاني هجومي كويس جدا. لكن الهلال لعب صح ولعب على اخطاء النصر بشكل كبير جدا. لو تلاحظ في اول المباراه والضغط اللي معمول من قدام جدا جدا، وانا عارف ان النصر عايز يبتدي الهجمه، النصر بيلعب وقلبه ميت جدا وبيبتدي الهجمه بشكل يعني جوه ال 18 عايزين ينقلوا. يمكن لو سالم الدوسري كان في حالته النهارده كان ممكن يخلص الماتش في اول دقيقتين. لكن في حاجه عشان النصر يشتغل الشغلانه دي، عمل ايه؟ خلى دايما بروزوفيتش هو اللي ينزل تحت قوي يستلم، وخلى فوفانا هو اللي يبقى في نص الملعب يلعب الكوره. ده خلى في النص ما فيش حد بيلعب كوره قدام، لان بروزوفيتش واوتافيو هم دايما اللي بينزلوا عشان عندهم المهاره كويسه، فبينزلوا قوي يستلموا الكوره من تحت عشان يبتدوا الهجمه. وبالتالي عملها مره واحده في الدقيقه 22، طلعوا بالكره صح اللي راحت لكريستيانو اللي حطها الشوطه، هي الوحيده اللي اتحصلت زي ما كان كاسترو عايز. لكن طوال الماتش كله ما بيبنيش هجمه من تحت صح، لان بروزوفيتش نازل قوي جوه ال 18. اذا هي ايضا نجاح للهلال طبعا، يجمر المنافس. ما بقول لك عشان كده هو ضاغط من قدام، وكاسترو عايز يخلي فيه امان في طلوع الهجمه، فمنزل بروزوفيتش او اوتافيو الاثنين هتلاقي دايما بيستلموا جوه ال 18 بتاعه النص، فعقبال ما الكوره تطلع يكونوا الناس دي ما بتلحقش تطلع بالهجمه، فعلى طول نص الملعب بيقطع الكوره بشكل. الاثنين الجامدين عندك في نص الملعب هجوميا بيبقوا في نص ملعبك انت. نعم. فده اللي عمله خيسوس الشوط الاول، انه ضاغط على طول ضاغط على طول ضاغط على طول لغايه لما جاب كره من كره سافيتش. وانا من وجهه نظري كان لازم سافيتش يلعب المنطقه دي مكان مالكم، ومالكم هو اللي يروح مكان ميشيل، لان ميشيل كان وحش قوي النهارده. نعم. كانت ريده ممكن يبقى بدري شويه، لان سافيتش عنده ميزه انه بيكمل كراس حربه تاني، الكره العاليه اللي بياخدها من جوه دي زي الجون الاولاني ما حدش بيعرف يجي، خصوصا لو جاي من ورا ما حدش يتمسك. فعمل شغل كويس تكتيكي بشكل كبير جدا النهارده الهلال. طبعا متروفيتش لعيب كبير قوي قوي قوي، رغم ان الشوط الثاني اقل من الشوط الاول، لكن فجأة بتلاقيه جاب جون، فجأة بتلاقيه بيعمل جون، فجأة بتلاقيه في ال 18. لعيب ما ينفعش تسيبه، وما ينفعش تلعب عملها كاسترو انه يغير السيرد باك، والجرأة اللي عملها في الاخر يطلع السيرد باك وينزل راس حربه. حظه وحش قوي ان في الكرة دي يجي الجون الثاني وتنتهي القصة. تنتهي القصة طبعا، الماتش خلص تماما. يعني يمكن اليوم في داخل المباراة في تحديات، يمكن شاهدنا علي البليهي وكريستيانو في كثير من اللقطات، وشاهدنا لقطة يمكن طرد اللاعب علي البليهي. يمكن الآن تحضر كل اللقطات التي يمكن أدت إلى قرار حكم المباراة في حالة الطرد الحالية. واعتبر أنه البليهي استفز نوعا ما جمهور النصر. شفنا شاهدنا المساعد الحكم هو اللي علم الحكم انه البليهي قام باستفزاز نوعا ما الجمهور، وكان الحكم تقريبا موافق المساعد واعطاه كارت احمر. احنا كنا ولو انه هذه الاستفزازات هذه، ولو انه احنا نحاول انه ما نشوفوهاش في الدربي، لكن الدربي ما هذا هو استفزاز، تشويق، كروت احمر، اهداف، تشويق، هذا هو الدربي. احنا ممكن 3-0 نتيجه كبيره، لكن هذه واقعيه. ايش اللي خلاها كبيره؟ واقعيه الهلال. ممكن يعطيك الاستحواذ 65%، يعطيك الفرص، يعطيك وسط الميدان، لكن في الاخير اذا ما تسجلش الهلال يعاقبك على طول، يسجل اهداف. متروفيتش ما شاهدناش تقريبا مباراه كامله بالاشعاع بالخطوره الكبيره، لكن شاهدناه في دقيقه 89 وفي دقيقه 92، وبالتالي هذا هو الهداف. نعتبر انه الهلال مثل العاده يعطيك، ممكن يعطيك السيطره، لكن يعاقبك اول ما تخطئ انك ما تسجلش. الهلال فاز بجداره صراحه، لانه في مثل هذه المباريات، مباريات ديربي، مباريات مهمه، انك ما تعرفش تفوز اوكي، لكن مطالب انك ما تخسرش المباراه. هذا بالنسبه لنادي النصر، لانك الفارق اصبح 7 نقاط، فارق كبير نعتبره في ظل الجاهزيه واللحمه الكبيره والاجواء الطيبه اللي يعيشها نادي الهلال. نعم، يمكن ضغوطات مر فيها الهلال على عامل الوقت، على عامل السفر، على عامل ايضا عدد المواجهات الصعبه. يمكن لعب مع الاهلي في خلال الشهر الماضي، وكذلك التعاون، تحديات كانت صعبه بالنسبه للفريق، في يمكن اغلبها كانت ربما قد تؤدي الى مسار اخر في حال فقدان نقاط. وقت الحسم بدأ بجرأة، وهذا ما تفوق على مدرب الهلال.
على مدرب النصر. وقت الحسم بدأ باللعب على نقاط ضعف المنافس. تعودنا الهلال هو الأكثر استحواذ في كل مبارياته. اليوم لا، حب ان النصر هو اللي يستحوذ ويكسب اخطاء النصر في ملعبه، او على الاقل يمنع النصر انه يكون في ملعب كخطور. نقطه ثانيه على مستوى الدفاع، وضحت لك القيمه اول شيء بين فريق يلعب كمنظومه، بين فريق النجم المنظومه، وبين فريق بالنسبه للنصر افراد هي من تصنع الفارق. تكلم على المنظومه الدفاعيه 10 يعني نجاح في 10 يعني كسر اوفسايد بالنسبه للنصر يعني 10 مرات تحفل اوفسايد. هذه نقطة توضح لك قيمة التنظيم الدفاعي لهذا يعني لفريق الهلال. نقطة ثانية انك تخرج بكلين شيت التاسع في الدوري، تخرج بكلين شيت ال 13 على مستوى 14 مباراة، تخرج بكلين شيت امام الفريق الاقوى هجوم معك في الدوري، تخرج بكلين شيت امام فريق 20 مباراة يسجل، وفي مباراة ديربي وحاسمة وهي من ترجعه للمنافسة ولا يسجل. اعتقد انها نجاح كبير. نعم. نجاح كبير اول شيء لشخصيه الفريق، نجاح كبير ثاني شيء لجرأة وقيمه المدرب، نجاح كبير حتى لاحتياجات ووفره النجوم رفاهيتها. للنصر مباراه اعتقد وضحت بشكل كبير اول شيء قيمه فوفانا اللي لا يحتاجها النصر، او على الاقل لا تضيف للنصر في هذا المركز. نقطه ثانيه، احتياجك لفريق النصر مدافع، مع لابورت تحتاج لاعب مدافع، خط دفاع النصر يحتاج لاعب قائد مع لابورت على مستوى الدفاعي، لأن الفريق في كل مباراة يضرب دفاعيا إما بالتنظيم أو على مستوى الأفراد. وضحت لك أهداف الهلال كلها بالرقابة الفردية. إذا عناصريا النصر يحتاج لاعب مدافع. أعتقد مباراة مثل الديربي ليعود النصر للمنافسة سواء في الدوري وحتى آسيا يحتاج يوفر العناصر اللي يحتاجها، وأهمها قلب دفاع. كابتن عادل، يمكن هدفين الأولين كانت بالرأس عن طريق اللاعب سافيتش، التعامل مع الكرة هوائية. الكرة الثانية أيضا متروفيتش، جودة للهلال في التعامل في مثل هذه المواقف. والاحترافية، أنك الهلال ممكن ما صنعش فرص كبيرة مثل العادة، لكن يسجل لك من أصاب فرص، كرة ثابتة، كرة متحركة سافيتش، وثم الهدف الثالث متروفيتش. قيمة المهاجمين بالنسبة للنادي الهلال أنه في الهدوء اللي يلعبوا به، أنك شاهدنا متروفيتش في الكورنر كيفية التعامل، تحرك وكيفية أنه يحاول أنه يلعب على القائم الأول، وهذا مهم جدا بالنسبة للمهاجم. أنا أعتبر أنه انتصار العادة، انتصار كلاسيكي، لأنه الهلال شاهدناه ضد الاتفاق أعطاه الاستحواذ وفاز، ضد التعاون أعطاه الاستحواذ وفاز، ضد الاتحاد أيضا أعطاه للفريق المنافس الاستحواذ ثم فاز. لكن أنه يعطي الاستحواذ لنادي مثل نادي النصر مع العناصر الموجودة مع القوة الهجومية ويفوز، هذا يحسب لنادي الهلال. دعنا نعيش أول ردات الفعل التي جاءت بعد نهاية هذه المباراة مع الزميل العزيز فيصل الملوقي. فيصل تفضل. شكرا لك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.